تعزيزا لقدرات العاملين في المجتمع المدني حول استخدام المنصة الرقمية التي أعدتها مفوضية حقوق اللسان والعمل اللساني والعلاقات مع المجتمع المدني. تأتي هذه الورشة التكوينية التي تجمع عددا من ممثلي هيئات المجتمع المدني في ولايات غورغول، براك، نترارز وجديماقة. وستمكن العروض المقدمة في هذه الورشة من إطلاع المشاركين على القانون 004/2021 وآلية الولوج إلى هذه المنصة الرقمية. تتناول الورشة مواضيع تكتسي أهمية بالغة في مشوار منظمات المجتمع المدني، حيث ستتطرق للقانون المنظم لعمل وأنشطة المنظمات والشبكات والهيئات، وذلك من تعريف بالمفاهيم والأساليب والأهداف. كما ستتطرق لميكانيزمات المتابعة على المنصة الرقمية، الفدام والمسؤولية التي تترتب عليها والأدوار والصلاحيات. وفي هذا الإطار لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر إلى المكونين والمشاركين والفاعلين المحوريين في هذه العملية، وأتمنى أن يكون هناك اهتمام بالغ بهذا التكوين لينال كل منا نصيبه في التعريف بما يمكن أن يساهم في الرفع من مستوى منظمات العمل المجتمعي على المستوى الجهوي. المدير المساعد للمجتمع المدني في مفوضية حقوق اللسان والعمل اللساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد عثمان سمري تحدث عن أهداف هذه الورشة، مؤكدا أن تنظيمها يأتي لتعزيز قدرات المجتمع المدني من أجل الاستفادة من هذه المنصة التي تمثل قاعدة بيانات مهمة لتنظيم وتفعيل عمل المجتمع المدني كأداة مهمة للتحسيس والتنمية. وباسم منظمات المجتمع المدني ثمن رئيس المنتدى الجهوي في ولاية غورغول تنظيم هذه الورشة التي جاءت تلبية لطلب المنتديات الجهوية في الولايات المشاركة. وفي ذا الإطار نشكر مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني لإتاحة هذه الفرصة متعلقة بتعطير وتكوين المجتمع المدني في هذا الإطار المتطور. وهذا الإطار اليوم الأصبح يخلق لا مركزية للمنظمات المجتمع المدني الموريتانية، وتم فهم تسهيل كبير للمنظمات في ذا الإطار، وفهم بعض من المشاكل. ويالتنا اليوم وهذه الفرصة اللي تاحت لنا نناقش مع هذا الخبير في الإطار، نطرح جميع المشاكل وجميع الأسئلة المتعلقة بهذه المنصة الإلكترونية. وينتظر أن تمكن هذه الورشة المشاركين من معرفة طريقة أدوات استخدام المنصة الرقمية التي تم استحداثها ضمن جهود الدولة لتنظيم نشاط وتخصصات المجتمع المدني ومواكبتها لتطوير برامجها التنموية والاجتماعية. محمد علي سالك لقناة الموريتانية، مدينة كيهيتي.